السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة وتفاصيل جديدة في برنامجكم أدق التفاصيل مع تامر عادل. موضوع النهاردة غريب جدا 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 فوق ما تتخيل. شاب بعمر 18 سنة يقطع أنف وفم عمه بسبب الميراث. فين الكلام ده؟ في المحلة. فين في المحلة؟ في عزبة تومة. طيب، قبل ما نروح لتفاصيل الموضوع والقضية برضو نروح نشوف الفيديو أثناء ما اللي هو الشاب ده بيقطع مناخير وأنف عمه أو مناخير عمه وفم عمه. نشوفها بالفيديو ونرجع لكم تاني، بس لا لأصحاب القلوب الضعيفة. نروح للفيديو ونرجع لكم تاني. أهلا بكم. طبعا في البداية تلقت أجهزة الأمن بالمحلة الكبرى بأن في حصل مشاجرة ما بين شاب بعمره 18 سنة وآخر خمسيني، وهو يدعى عمه اسمه حباظة أحمد السكري. حباظة دوت كان في خلافات ما بينه وما بين ابن أخوه، أو خلافات عائلية وبسبب الميراث وكده. فطبعا بسبب المشاكل والخلافات اللي كانت حاصلة، جه حباظة كان يمسك في ايديه بسلاح ابيض، وتعدى بيها على عمه بالضرب. طبعا في الفيديو اللي حضراتكم شفتوه كان ضرب مبرح، وكان حتى كان في قاعد ناس مع عمه اتنين تقريبا او شخصين كانوا قاعدين جنبه، حاولوا ان هم يحشوه، وهو حاول ان هو يدافع عن نفسه او يفادي نفسه عنه لكن ما عرفش. كان الشاب اللي هو ابن اخوه دايما هو اللي كان له الغلبة، وماسك طبعا سلاح في ايديه وعمال يناوله بيه كذا مرة كذا ضربة عدة طعنات، لحد ما طبعا أدى إلى قطع الأنف بالكامل وفصلها عن الوجه. قطع الأنف بالكامل وفصلها عن الوجه، وقطع الفم في واقعة طبعا غريبة للغاية. ويعني شفنا قتل، شفنا ضرب، شفنا طعن، انما انف بالفم دي اللي كانت غريبة ومفصولة نهائيا. طبعا على الفور، يعني على الفور حضرت أجهزة الأمن المسرح الجريمة، وشاهدوا طبعا العم اللي هو حباطة أو حباظة أحمد السكري، وطبعا حولوه على طبعا المستشفى لتلقي العلاج. وحضراتكم شفتوا يمكن الصور اللي انا هعرضها لكم دي، وهو طبعا وشه مكبل كده يعني بالشاش والكلام دوت. طبعا بعد ما خيطوا له طبعا الحتة اللي كانت مفصولة من وشه اللي هي الأنف والفم وكده.
واقعة غريبة وسببها الميراث طبعا. يعني دايما نبص نشوف نلاقي أغلب برضو الجرائم اللي بتحصل بسبب الميراث، قتل مش عارف ايه، ومفيش حاجة مستاهلة يعني. نتمنى ان الناس يعني تتعظ وتتعلم، ومفيش حاجة تستاهل ان حد يقف قصاد حد ويعرض نفسه لمخاطر او لجريمة او لقتل او لاي حاجة بسبب الميراث. كله زايل، كله زايل وكله فاني. طبعا اللي هو الشاب اللي هو قام بالتعدي على عمه حتى هذه اللحظة هارب، وأجهزة الأمن طبعا بتعد بعض الكمائن حتى يتم القبض عليه وضبطه وإحضاره وعرضه على النيابة عشان يتحاسب طبعا يعني. فأي تفاصيل طبعا هتجد جديدة بخصوص برضو هذا الموضوع سنوفيكم بها طبعا لاحقا. نتمنى بس قبل ما نختم الفيديو انكم تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.